مفيش فرح ولا قهوة ولا ميكروباص فيك يا تمانينات أو تسعينات إلا وكان صوته ملعلع فيهم، لدرجة إن الناس شخصيا كانت مستغربة هما ليه متعلقين بيه بالشكل ده. لكن بالرغم من كده شهرته عمرها ما عدت سواقين الميكروباص، وأول ما ربنا كرمه وبدأ يقول يا شهرة اتقلبت بيه العربية هو وعيلته، عشان تبدأ عصر نجومية الأسطورة رمضان البرنس. بس للأسف هو ما كانش موجود في الدنيا عشان يحضرها. رمضان محمد شاكر المشهور برمضان البرنس اتولد في الصعيد، لكن عاش أغلب حياته ما بين حلوان وإسماعيلية. اتولد وسط عيلة تعتبر تحت خط الفقر حرفياً. والده كان بيشتغل باليومية ويادوب كان بيقدر يجيب حق اللقمة بالعافية لغاية ما بيتوفى، فأخو رمضان الكبير هو اللي بيشيل مسؤوليتهم. في الفترة دي كان رمضان خلص دراسته لغاية ثانوية عامة وبعدها طلع على الجيش، وبعد ما بيخلص الجيش لقى الدنيا بتشيل وتحط فيه من شغلانة للتانية، ما بين نجار مسلح لمندوب مبيعات وحاجات تانية كتير. لكن شغفه وحبه الحقيقي كان كله رايح للغنى. وما تعديش فترة كبيرة إلا وبيتوفى أخوهم الكبير اللي كان شايلهم وبيصرف عليهم، فكده بقى إجباري على رمضان إن هو اللي يشيل المسؤولية. وفعلا بدأ يشتغل في الأفراح والموالد، ويادوب اللي كان بيجي منهم كان بيخليهم عايشين لتاني يوم بالعافية، لغاية ما في يوم بالصدفة بيتعرف على الملحن الشاعر عبد العزيز اللي كان من أكبر ملحنين أغاني الشعبي في الوقت ده، وقرر إنه هيساعده بعد ما سمع صوته بيغني في فرح شعبي من كتر ما أعجب بخامة صوته اللي ما كانش فيه شبهها في الوقت ده. وفعلا بدأت تروق وتحلو مع رمضان، وفضل يعمل ألبوم في التاني لغاية ما وصل إنه عمل 12 ألبوم في 12 سنة كاملة. وبدأت شهرته تزيد مع الأيام، بس مش الشهرة اللي احنا فاكرينها، لأ، ده فضل يتشهر وسط سواقين الميكروباصات وعمره ما عرف يعدي المرحلة دي. وفضل رمضان سنين شغله كلها يغني للسواقين، لدرجة إن هم سموه مطرب الميكروباصات. مش هتمشي في أي شارع في مصر إلا لما هتلاقي صوته طالع يا إما من تاكسي يا إما من ميكروباص، لغاية ما أبواب السعد والهنا اتفتحت فجأة مع نزول أغنية عودي اللي عملت قلبان في سوق الأغاني الشعبية في التسعينات، واللي كسرت حاجز سواقين الميكروباص وبدأت تنتشر في كل مكان. ومش بس كده، دي كمان كانت وش السعد عليه اللي وصلته إنه يمضي مع شركة هاي كواليتي سنة 98، ودي كانت المرة الأولى ليه يمضي مع شركة كبيرة. طبعا الفرحة ما كانتش سايعاه كده، بقى الدنيا هتزهزه وأخيرا هيقدر يقول على نفسه نجم. المهم إنه بعد ما مضى واتفق على الأغاني قالك إحنا لازم نحتفل، فقرر ياخد مراته وعياله وهاني عازف الدرامز في فرقة رمضان علشان يطلعوا يغيروا جو يومين في راس البر قبل زحمة الشغل. ولسه يدوب بيطلعوا على الطريق ربنا أراد إن عجلة تفرقع والعربية تلف وتقع في البحر، علشان يتوفى هو ومراته وولاده الاتنين، والوحيد اللي عاش كان هاني عازف الدرامز اللي أول ما العربية وقعت في المية بابها اتفتح لوحده ولقى نفسه بره العربية. ومشي رمضان البرنس وهو 35 سنة عشان تبدأ رحلة نجوميته اللي فضل يحلم بيها من ساعة ما دخل المجال، بس ربنا ما أردش إنه يعيشها. لكن فضل رمضان عايش في قلوب كل الناس اللي بتحبه، وما فضلش منه غير السيرة الطيبة وأغانيه اللي بتفكر الناس بزمن الطيبة وروقان الدماغ.